السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ هذا الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم بصحة جيدة. اليوم اختاريت نهضر على برانسيب بيفور اللي هو واحد المكمل غذائي اللي كيعطي للجسم واحد الطاقة إضافية، وخصوصا إلا كنتي كتحس بالتعب ونقص الفيتامينات وحتى النظام الغذائي إلا كان عندك ما فيهش العناصر اللي كيحتاجهم الجسم. فهاد الدواء هذا فيه الفيتامينات البي كاملة بحال البي 1 البي 6 البي 12 اللي هما اللي مسؤولين على القوة والنشاط لصحة الأعصاب، تحويل الأكل إلى طاقة. يعني إلا كنتي كتفيق عيان ما عندكش تركيز، كتنسى بزاف أو كتعيا في وقت قصير، فغالبا كيكون عندك نقص من هاد الفيتامينات. فبرانسيب بيفور مكيوقفش غير هنا، كيعاون حتى الناس اللي كتاخد واحد الأدوية معينة بحال الأدوية ديال السكري، بعض الأدوية ديال الالتهاب، وحتى الأدوية ديال المعدة اللي كتحتوي على المادة ديال الأوميبرازول. فهنا كيعوض الجسم باش يخدم مزيان، وحتى الناس اللي كدير ريجيم الجسم ديالهم كيكون ناقص بعض العناصر. فهنا كيجي الدور ديال برانسيب بيفور باش كيعطيه للجسم واحد القوة، وكيعاونو باش ما يحسش بالدوخة والضعف وعدم التركيز. الطريقة ديال الاستعمال ديالو بسيطة، حبة واحدة بعد الفطور، تشرب معاه الماء الكافي باش يساعد الجسم يمتصو. المفعول ديالو كيرجعنا التركيز، كيرجع النشاط والنقص في رفرفة العين، وكتحس براسك خفيف طبيعي. لكن المفعول ديالو كيبان بعد أسبوعين أو 3. أما بالنسبة للناس اللي ممنوع عليهم، منهم الحوامل والمرضعات واللي عنده حساسية من أحد المكونات ديالو، والناس اللي عندهم أدوية ديال الأعصاب، ضروري الاستشارة ديال الطبيب. فهاد الدواء هذا إلا كان عندك نقص من هاد الفيتامينات فطبيعي يرجع الجسم للنشاط ديالو والشهية ديالو. وخا هو مكمل غذائي، حاول ما تفوتش الجرعة اللي مسموحة ليك وتاخدو بطريقة صحيحة. صراحة هاد برانسيب بيفور مكمل غذائي اللي صغير، ولكن المنفعة ديالو اللي كبيرة. الى وصلتي لهنا غادي نقولك شكرا على المشاهدة، وما تنساوش دعموا اختكم باشتراك ولايك وتعليق زوين بحالكم. الى فيديو اخر باذن الله، وشكرا.